السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ قبل اي كلام بس نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل فطار، هنعمل اجنحة المقرمشة بطريقة حلوة قوي. عن اي طريقة ممكن بتعمليها، الطريقة دي هتعتمديها حرفيا. طبعا انتوا لو فاكرين احنا مفرزين مع بعض الفراخ بتاعت رمضان، طبعا دي الاجنحة انا كنت شايلها. قدامك خيارين كده يا ست الكل، يا اما الجناحات تتبليها من بالليل وتشيليها في التلاجة، او تتبليها 4 ساعات، او تعملي نفس اللي انا عملته. انا من بالليل كده غليت المية دي. طبعا الجناحات دي انا شايلاها في الفريزر متبلة فلفل اسمر وملح والبصل بتاعها. فحطيت مية على النار وسلقتها نص سلقة، نص سلقة مش سلقة كاملة، وسبتها في ميتها لحد تاني يوم. طبعا ميتها دي اللي هي الشوربة بقى، الملح والفلفل والبصل. وسبتها. وزي ما انتوا شايفين كده انا بفصل الجناح عن بعض، بقسمه نصين. دي تعتبر التتبيله بتاعتنا، هي مش مسلوقه، انا بس يا دوبك غلتها غلوتين كده عشان بصراحه ما بحبش احطها نيه، ما اضمنش. انا بحب اديها كده نص سلقه. تمام، فضيتها في طبق كبير، حطيت عليها كيس من الكيك شيف بيديها نفشه حلوه، وحطيت عليها كيس بهارات اللي هو بتاع الأجنحة المقرمشة، وفلفل أسمر وملح والسبع بهارات. وحبة كمون كده صغيرين. أنا هقلب بقى إيه كل البهارات دي كده مع بعض. طبعا انت لو بتحبيها سبايسي زودي شطة، مش بتحبيها الغي الشطة. هقلب بقى أنا كده كل التتبيلة دي هدخلها كده في الأجنحة، والزيت عندي مهدية عليه النار. بس هدخل كل التوابل دي في الأجنحة دي. عيالنا بيحبوها قوي، وبنشتريها بره غالية 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 يعني، وحتى لو ما الولاد بياكلوها بره بتبقى غالية جدا، فاحنا هنعملها في البيت بأرخص أسعار. هنعمل سبانخ برضو مع بعض. أنا السبانخ برضو مفرزاها معاكم. وهنا أنا بعمل رز بالشعرية، هديله تقلبتين بس، وبعد كده ههدي عليه النار خالص عشان يستوى كده براحته. الرز بالشعرية برضو حلو جنب الأجنحة الكريسبي. وهنا عملت لحمة مفرومة على الصاج عشان السبانخ. أنا نزلت هنا بمعلقتين صلصة، وهنزل بكم مغرفة كده من اللحمة المعصجة عندي، وهديهم تقلبتين. هنعمل سبانخ اللي احنا مفرزينها مع بعض. هقلب بس الصلصة كده مع اللحمة المفرومة، وبعد كده هنزل بالمية بتاعتي، وهنزل بالسبانخ زي ما انتوا شايفين وهي مجمدة. انا مش هستناها تفك، عشان اي حاجة بنفرزها بنحطها مجمدة، مش بنسيبها تفك معانا. هنزل كده بعلبتين من السبانخ، وهسيبها تفك كده على النار في الصلصة، وهحط فصين توم. طبعا في ناس بتقللها، لا انا عاملاها ني في ني، صحية عشان معدتنا. لكن في ناس بتقلي التوم، انتي وراحتك. انا بحط التوم ني، فلفل اسمر كده والملح بس، ونسيبها كده ايه تستوى. هتبقى احلى طبق سبانخ صحي وجميل للمعدة. وزي ما انتوا بصوا خضرها اكني مخرطينها دلوقتي، يعني خضرها واضح، مش باين خالص ان احنا مفرزينها. بعد ما سبت الاجنحة اتبلت كده في التوابل بتاعتها، انا هبدرها كده بالدقيق، وهنزل بيها في المية اللي كنت نقعها فيها، وهرجع اديها خطوة الدقيق مرة تانية بس. وهفضل اعمل كده لغاية ما اخلص الكمية اللي عندي. طبعا انا عندي اجنحة وعندي الزور برضو، كنت شايلاه بصراحة مع الاجنحة، فهعمله بالمرة. برضو الولاد عندي بيحبوها يعني. وزي ما انتوا شايفين بتطلع بالشكل الجميل ده، وريحتها حلوة قوي. وطبعا ممكن الأجنحة المقرمشة دي تتعمل جنبها رز ريزو أو رز بسمتي. وزي ما انتوا شايفين طالعة مقرمشة وجميلة، والصوت طبعا واضح. احنا خلصنا أول طبق، الأجنحة المقرمشة والسبانخ باللحمة المفرومة،
خلصت، طالعة اكتر من رائعة وريحتها بتجنن. والرز خلاص اهو اتفلفل معانا واستوى. ودي سفرتنا بقى المتواضعة، ويا رب أجنحة الدجاج المقرمشة تعجبكم والسبانخ، وأشوفكم بقى في حاجة تانية إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين.